قمت من النوم، لقيت نفسي تعبانة قوي، وظهري بيوجعني ودماغي، ومش قادرة أقف ولا أصلب طولي من الوجع. وفجأة الباب خبط، وفتحت الباب لقيته هو اللي في وشي، شاب طويل عريض قمر، وحاسة كده إن هو قوي وشجاع كده في نفسه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. صاحبة القصة بتحكي وبتقول: أنا سمر، عندي 40 سنة، متجوزة من 15 سنة، وعايشة أنا وجوزي لوحدنا، ما معيش ولاد يعني، ما خلفتش. طول عمري حلوة وجميلة وشايفة نفسي، وكل جيراني وحبايبي دايما كانوا يقولولي: ايه الجوازة اللي انت اتجوزتيها دي؟ انت المفروض كنت اتجوزت جوازة حلوة وراجل حلو كده وشايف نفسه، مش الجوازة اللي انت اتجوزتيها دي. قلت لهم: ده النصيب، اعمل ايه؟ نصيبي كده. انا بصراحة جوزي على قده، وعلى قده خالص. اغلب الوقت كان بيقضيه في الشغل، ولما يجي من الشغل يخش ينام. هو بصراحة عشان الزحمة والعمارات لازقة ببعضها، ممكن واحد يشوفني من الشباك أو الباب، عشان كده كنت قافلة بيباني والشبابيك على طول. هو كان الجو حر قوي. كان جوزي في الشغل، وولادي برا في المدارس واللي في الدروس، وأنا قاعدة لوحدي في الشقة واخدة راحتي. كنت قاعدة بهدوم خفيفة خالص، واخدة راحتي زي ما قلتلكوا من الحر اللي احنا فيه ده. وفجأة سمعت باب الشقة بيخبط. رحت جري، قلت: مين من ورا الباب؟ قال لي: أنا محصل الكهرباء. رديت وقلت له: طب دقيقة واحدة وافتح لك. وفعلا دخلت، حطيت الروب على جسمي وغطيت شعري بالطرحة، وفجأة فتحت له الباب. شاب طويل عريض قمر، وحاسة كده ان هو قوي وشجاع كده في نفسه. بيبصلي من فوق لتحت كده، ولقيته عينيه كلها نظرات غريبة زي اللي بيعاكسني يعني. نسيت اقول لكم اللي انا حلوة قوي وبيضة وفي قمة الجمال، بس متدينة ومحجبة، ما كانش لا شعري ولا حاجة باينة مني. هو لقيته بيبصلي هياكلني بعينيه، فقلت له: انت في ايه يا استاذ بتبصلي كده ليه؟ عايز ايه بالظبط؟ لقيته بيقول لي: انا عايز اشوف العداد يا مدام. ووريته العداد، وقال لي: انت عليكم مخالفات كتير، العداد ده بيسحب كتير قوي، انت في تلاعب في العداد، انت بتسرقوا كهرباء. قلت له: لا والله، ده احنا لسه منقولين جديد هنا في العمارة دي، وما سرقناش حاجة. لقيته بيقول لي: امال انت جوزك فين؟ قلت له: والله جوزي في الشغل. قال لي: وانت قاعدة لوحدك في الشقة؟ قلت له: اه، ولادي بره وانا قاعدة لوحدي وجوزي بره. وبصراحة لقيته بيبصلي كده لما عرف ان جوزي بره، بيبصلي بحاجات غريبة كده، ولقيته كده مش على بعضه، وحسيت من نظراته كده وتصرفاته وشكله كله على بعضه ان هو عايز حاجة، مش قادرة اقول لكم، حاجة مش كويسة. ولقيته قلت له: انت عايز ايه بالظبط؟ مش شفت العداد؟ شوف علينا كام وانا هدفع لك، هو توكل على الله. لقيته بيقول لي: انا هعمل لك محضر لانكم سارقين في الكهرباء. قلت له: محضر؟ ده احنا غلابة وعلى قد حالنا، وجوزي بيشتغل على باب الله، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. ازاي هتغرمنا واحنا ما معناش فلوس ندفع الغرامة اللي انت بتتكلم عليها دي؟ لقيته بيقول لي: انت لازم تتغرموا، وانا همشي من هنا هعمل محضر وهيجيلكوا بحوالي 17,000 ولا 18,000، لانكم سارقين الكهرباء وملعبين في العداد. انا قلت له: لا، ما لعبناش، ده احنا لسه جايين جداد وما نعرفش حد هنا، ولا لعبنا ولا عملنا حاجة. ولقيته بيقول لي: خلاص، هوديني في اللي انا هطلبه منك، هو اعملي اللي انا عايزه، واللي انا هطلبه منك
علشان ما اعملكش محضر. ولقيته كلامه غريب كده، هو بيطلب مني حاجات غريبة وانا مش قادرة اقول له حاجة، وخايفة الغرم جوزي. واحنا بصراحة ما معناش 17,000 ولا 18,000 دول، لان زي ما قلت لكم لسه شارين الشقة جديد وما معناش فلوس. هو يا دوبك اللي بيجي على قد المصاريف. انا بقيت واقفة محتارة، ولقيته بيبصلي وبيقرب مني بيقول لي انا عايز منك حاجة وتهودني فيها، وانا اوعدك مش هعملك محضر ولا هعملك مشاكل ولا اي حاجة. قلت له انت عايز ايه بالظبط؟ قال لي انا عايزك انت. قلت له جوزي مشينا هو مش اطلع بره. ولقيته بيقول لي ما ده عز الطلب، ان جوزك مش هنا ولا ولادك وانت قاعدة لوحدك. ده عز الطلب عندي، وده اللي انا عايزه منك، ان انت تكوني لوحدك، لانك جامدة قوي وحلوة قوي. هو بصراحة انا نفسي ادوق البنات الارياف اللي هم محافظين على نفسهم قوي، اللي ما بيدوش الحاجة لأي حد بسهولة، اللي بيتمنعوا وجامدين قوي في نفسهم، وكل حاجة عندهم جامدة وحلوين. هم كل بنات الأرياف كده جامدين وحلوين زيك كده. قلت له احترم نفسك، انت ايه اللي بتقوله ده؟ انا ست متجوزة، هو امشي العادة صوت وندع على الناس على الجيران يلحقوني منك. لقيته بيخوفني وبيقول لي انا همشي من هنا واعمل لك محضر. هو بتحملي المسؤولية بقى، هي بتاع الشرف. انا خفت وقعدت اعيط واحترت اعمل ايه، مش قادرة اعمل حاجة بصراحة. جه في دماغي اللي انا هوده واعمل معاه علاقة زي ما هو طلب وسير اموري، بس من جوايا قلت لا، هو لازم اربيه واعلمه الادب. انا ست محترمة وما اقدرش اللي انا اسايره في اللي هو عايزه، لانه عايز يعمل معايا علاقة، وانا ست متجوزة وبحب جوزي وبخاف عليه، ولازم احافظ على نفسي حتى لو هو هيخوفني وبيهددني. وفعلا سيرته في الكلام وقلت له طب دقيقة واحدة اغير هدومي واجي لك جري واعمل لك اللي انت عايزه. بصراحة سيرته في الكلام وهو دخل وقفل الباب، ورحت جري قلعت الرب من على جسمي ولبست قميص نوم كده حلو، ورحت جري جبت التليفون وحطيته كده في ايدي، وعملت له كاميرا وفيديو وصورته، وقلت له انت عايز ايه؟ عايز مني ايه؟ قول لي بكل صراحة وبكل وضوح. واعترف في التسجيل ان هو عايز يعمل معايا علاقة علشان ما يعملش محضر ابو 17-18 الف ده اللي انا ما اقدرش ادفعه. وكل الكلام ده سجلته له في التليفون، هو التسجيل معايا في التليفون. وفجأة قلت له بعد ما اتأكدت ان التسجيل كله اتسجل واعترافاته كلها، قلت له همشي اطلع بره، هطلع اصوت والم عليك الناس، واللي انت قادر تعمله اعمله. انا واحدة شريفة ما اقدرش ابيع نفسي لواحد حقير زيك، مش قد الوظيفة اللي هو فيها، وانسان مش محترم. حرام عليك، الموقف ده ممكن يتكرر معاك مع امك او اختك، واحد سافل زيك ممكن يعمل معاهم كده. وبصراحة قعدت اقول له كلمتين وهديته، وقلت له انا سجلت لك واللي انت قادر تعمله اعمله. ولقيته ارتبك كده من اني صوتت، وقلت له هلم عليك الناس واللي انت قادر تعمله اعمله. وخاف وجرى وفتح الباب وجرى. وحمدت ربنا ان ربنا الهمني وعملت التسجيل ده وقويت قلبي، وما ضعفتش قدام اغراءاته ولا قدام تهديداته، لانه كان بيهددني. وبصراحة انا خفت وضعفت، بس ما سلمتش نفسي له، وحافظت على نفسي وعلى شرفي وعلى بيتي وعلى جوزي. ولما جوزي جه من الشغل حكيت له، هو جوزي فرح بيا قوي وبقى مبسوط بيا، ويقول لي انت حبيبتي وقلبي ومراتي وعقلي. وبصراحة لقيت جوزي بعد ما كان جاي من الشغل تعبان ومرهق بقى حاجة تانية، بقى عنتر زمانه. وقعدنا وضحكنا، وبصراحة عملنا علاقة مع بعض، وكان أحلى يوم. بصراحة كان أول يوم
ده كان وحش طول اليوم، بس ختم بحاجة حلوة. أنا وجوزي عملنا واتدلعنا مع بعض، وعشت أحلى ليلة مع جوزي، لأن جوزي عرف اللي أنا واحدة ب100 راجل وأقدر أحافظ عليها وعلى بيته، وبقى فرحان بيا قوي. وضيعت تعب اليوم اللي هو كان جاي تعبان وشقيان، وعوضته ودلعني وهناني. قصتي دي جيت أحكيها لكم علشان كل واحدة تاخدها عبرة في حياتها، إنها ما تأمنش لأي راجل، لا محصل كهرباء ولا سباك، ولا ما تأمنش وتبقى ب100 راجل، وما تخافش من تهديداته، لأنهم بيهددوا إنهم يعملوا محضر وحاجات من دي. ما تخافش، تثق في ربنا وفي قدرة ربنا إن هو يحميها ويقويها. زي اللي حصل لي، أنا كنت عشمانة في ربنا خير، والحمد لله ربنا واقف جنبي وعوضني خير. وجيت أحكي لكم حكايتي دي عشان تقولوا لي رأيكم فيها، ولو عجبتكم ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في أمان الله.